مساء العافية حبايب قلبي، يسعد أوقاتكم ورمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله يا رب، صحة وعافية إن شاء الله حبايب قلبي. طبعا هاي المقاطع أنا مصورتها نصهم تقريبا قبل رمضان، وهواي والله عندي بس ما نزلتهم. هاي بيوم المطلع قبل رمضان، يمكن بيومين صورته، كلش حلو كان المنظر مال قوس قزح يخبل، وكان صادف بيومها عيد الأم ومطر والله، وما قدرت يعني قوة شوية سكتت وطلعنا، واحنا طلعنا مطر كلش قوي، فما قدرت ما اروح لماما، يعني شلون صعبة. عاد ابونا قال يلا امشوا اخذكم، والله خذانا خطية الظهر من المغرب لليل ورجعنا، ومن الطريقة مردت أحد مفتح آخذ لها شي ماكو، بس أبو أهل الكيك والمعجنات عاد أخذت لها كيكة خطية، سود علي ما أخذت لها شي والله، هي خطية فرحت بجيتنا عبالها ما أجي. اي حبايب قلبي، هنا صادف أني صايمة من يوم الأربعاء، حضرت تمر، نحب احنا بدهن الحر ومكسرات يعني، فحضرت علبة كيلو وخليت على صفحنا، يبقى هواي عندنا التمر يعني. هسه أنا اليوم دا أسجل الفيديو اليوم 10 برمضان، بعد الهسه نص العلبة موجودة بيها، يعني يوميا واحد يسوي يعني شكل يوم حلاوة، يوم فد شي يعني، فما نبقى بس على التمر، واحنا نفرين يعني مو هواية حتى يخلص. هنا سويت هم مرقة دجاج، أنا الدجاج ما أسلقه يعني، بس أخليه شوية، هو المي الغاسل تبي ينشف، وأرجع أخلي عليه البهارات وأحمسه حمسة زينة، وراها أخلي عليه طماطة وفلفل أخضر، كلش ينطي طعم طيب إلها، وهم أحمسه حمسة زينة، وراها أخلي المي. هاي طريقتي أنا بالدجاج. ايه حبايب قلبي، سولفونا شلون رمضان وياكم. طبعا أنا صار هواية ما منزلة رمضان وما أعرف والله، مصورة أنا كوم مصورة يعني مقاطع فيديو، بس ما منزلتهم، وخاصة إن حلوياتي هواي يعني هم مصورة، بس ما منزلتهم والله، ماكو باهز وتعبانين ورمضان يعني حيل تعب والله. بالنهار كل شي ماكو، نركض عادي، بس ما أعرف ورا الفطور شي يصير واحد ما أدري شي يصير خمول يعني مو طبيعي. اي حبايب قلبي، هنا خلصت سويت المرقة استوت، ورحت كنت اسوي بسبوسة هم يحبونها احنا بالبيت، هم سويت طريقتي اني بالبسبوسة. بيضة وحدة على قلاص الا ربع شكر، نص قلاص زيت، قلاص ونص سميد، قلاص مبروش، علبة قشطة أو روب الموجود عندك، بيكنج باودر وفانيلا، وقلاص حليب سائل. وهاي أدهن القالب بالراشي وأدخلها القالب كلش طيبة هم، وأني يوميا يعني أطلع للبيوت لليمي، لين عيب يعني الناس تدزلي، فما لازم أسوي يوميا شكل حتى أقدر أدزلهم، هو هم ثواب، وهم نفطر صايم، وهم خطية هم ما مقصرين منا جوارين كلها تدز، فلازم هم أدز شي أني. ايه، في يوم بسبوسة، يوم حلاوة شوكلياتية، يوم القيمات، يوم حلاوة النشا، والله يومي أسوي شي. هنا هم خليت عليها حليب مكثف، كلش طيبة تصير بالحليب مكثف، وخليت على صفحة. هنا قلت أسوي التمن، أني اليوم مشتهين احنا ويا الدجاج تمن باقلة، هاي طريقتي أنا بالتمن باقلة. دهن أخلي عليه الشبنت منه لحد ما يحمس حمسة زينة، يعني هسه اشوف لونه تغير، يعني شلون هسه ما موضح بالصورة يصير لونه كلش متغير، ويعني هواي محموس حمسة زينة. اضيف عليه الباقلة هم ابقيها تحمس وياها حمسة زينة منها لحد ما اشوفها ذبلت. اخلي مي عليه بقد التمن وفوقه شوية للباقلة، يعني قياسك انتي بالتمن ايش قد تخلين عليه مي كثري شوية، اذا فوق يعني اذا راح تسوين التمن باقلة اخلي فوقها شوية، اخليه فوق الحمستين الباقلة والشبنت منها لحد ما يفور فورة فورتين، فورة الثالثة يلا اضيف عليه التمن.
حتى شنو هنا الباقلة يعني تستوي. اكو مرات يقولوا لا تستوي عندنا الباقلة من نسويها بالتمن، لا تستوي، بس خلي شوية يفور فورة فورتين وهي بالتهدير راح تستوي. نضيف عليها التمن ونضرب ماجي وملح. هو الماجي مالح فأنا ما أضيفه هواي ملح، أخاف تطلع مالحة، وخاصة إحنا صيام يعني فشوية ما خليت ملح هواية. يعني كملت جدري، بس والله كانت كلش طيبة. احنا أبونا ما يحب الباقلة، ما يحب التمن وباقلة، بس من أكلها قال لا والله طيبة. لا تحيرة واحد شي يسوي غير يغير، واحنا عندنا شهر كامل بعد طول بعرض يعني. هما يوميا تمن أبيض وما أعرف شنو، ما حد يغير يمل تغييرها. اي والله انا كلش احبه وطيب، كان كلش طيب. اي خلصنا هنا، خليت ليش هنا ماجي ظرف مال ماجي اني اخلي ينطينك كلش طيبة للتمن. اي حبايب قلبي، انتو هم جاي يسوون ما يسوون شاركوني، تراني والله ما عندي شي يعني عادي، يريد يشترك ولا ما يريد يشترك عادي، بس هيك انا احب التصوير وهم ما تعرف خطية يعني تستفاد. اني بالنسبة الي والله الشغلة اللي اسويها البيت الا اذوقها طيبة وهاي يلا انزل طريقتها، وجاي اشارك يعني مقتطفات من يومي وما انزلها يوميا. لا والله على وقت فراغي على قاعدة يعني ما عندي شي او مصورة هواي انزلهم. مرات انزل مقاطع قصيرة على الانستا. اي حبايب قلبي، هنا كملت اني منا ورا مفار فورة فورتين، ضفت عليه تمن منا لحد ما نشف كله مية، هدرته وخليته. هنا كان فطورنا كامل وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي. لهنا ينتهي المقطع، أترككم في أمان الله وحفظه، مع ألف سلامة حبايب قلبي.